اول اداه عندنا من الادوات البسيطه هي فرشاه ما بين الاسنان او الانتردنتال براش. اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو بتاع الفرش، ولكن النهارده هنتكلم عنها بالتفصيل شويه. فرشاه ما بين الاسنان بتجيب بواقي الاكل وبتنظف ما بين الاسنان وتوصل للاماكن اللي مستحيل الفرشه العاديه توصل لها. بعض الحالات بيبقى عندها فراغات كبيره شويه ما بين اسنانها او ما بين ضروسها، او مركبه تقويم او عامله تركيبات. كل الحالات دي ينفع معها الفرشاه ما بين الاسنان، لان تركيب الاسنان خاصه اللي هو الكوبري ده بيحتاج تنظيف بطريقه معينه، وطبعا تقويم الاسنان هيكون محتاج الاداه دي بالتحديد عشان تنظف جهاز التقويم كويس قوي. فرشاة ما بين الأسنان بتستخدم مرة واحدة يوميا بعد الغسيل أو بعد غسيل الفرشة والمعجون على طول أو قبل النوم. وانت بتجيب فرشاة ما بين الأسنان أو بتشتريها تختار حجمها، ما تكونش ضيقة قوي فتكحت اللثة ولا واسعة قوي فتجرحها أو تعورها. فرشاة ما بين الأسنان لما تيجي تشتريها مش هتجيب واحدة طبعا، هتجيب طقم كامل لأن كل سنة وليها مقاسها. هتجيب طقم كامل وتشوف كل سنة مقاسها إيه وبتستخدمها.